لا حول ولا قوة إلا بالله. احنا لازم نبلغ الشرطة. بيعدي بالصدفة مجموعة من العمال من نفق البدراوي المهجور عشان يروحوا المصنع اللي بيشتغلوا فيه، عشان يلاقوا سجادة على الأرض ملفوفة ومربوطة من النص، وما بيجوا يقربوا منها ويفتحوها عشان يلاقوا جثة من غير راس ولا دراعات ولا رجلين. فطبعا يتصلوا بالشرطة، ولما تيجي تعمل المعاينة الأولية عشان يتضح من المعاينة الأولية إن الجثة جثة بنت، ولكن للأسف ما كانش فيه كاميرات في المكان عشان خاطر توضح مين القاتل، عشان بعد كده يتفاجئ ضابط شرطة بسواق توك توك وهو داخل عليه الاسم عشان يقوله على المفاجأة اللي قلبت القضية. تعالوا نسمع الحكاية مع بعض، بس قبل ما نسمع ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام في التعليقات الأول. ونبدأ مع بعض حكايتنا في سنة 2007 عشان يجي وحيد اللي هو لحام أكسجين ويقرر الجواز، وبتقع عينيه على هند جارتهم اللي كانت ساكنة في امبابة، وبيتقدم فعلا القسطى وحيد لأهلها، وعشان هو راجل كسيب ومحترم وافقوا عليه هند وأهلها، وبيتم الزواج في فترة بسيطة جدا ويعيشوا مع بعض في نفس المنطقة في امبابة، عشان بعدها بفترة ربنا يرزقهم ببنت، والبنت دي كانت اسمها آية، وآية كانت جميلة جدا. ولكن طبعا حياته هند ووحيد ما كانتش دايما على ما يرام، بسبب ان دايما كان في بينهم خلافات، وده لان هو كان عنده غيرة زايدة قوي لان مراته هند كانت جميلة جدا، وبتزيد المشاكل بينهم عشان بعد كده يتم الطلاق. ولكن أهل الخير بيتدخلوا علشان خاطر يرجعوهم لبعض، عشان خاطر البنت الصغيرة ما تتحرمش من أمها ومن أبوها. وفعلا بيرجع وحيد لهند ويردها لعصمته، ولكن لأن هند كانت جميلة جدا بدأت تاني تتجدد المشاكل اللي بينهم بسبب الغيرة، لحد لما بيتم الطلاق بينهم للمرة التانية في سنة 2011. وهنا الطلاق تم رسميا على ايد مأذون عشان تاخد هند بنتها وتروح تعيش عند أهلها، وبنتها ساعتها كان عندها 3 سنين. ويجي وحيد طبعا يفكر ان هو او يقرر ان هو يعزل من المنطقة كلها عشان خاطر يبعد عنهم نهائي، ويبعد عن آية، ويبعد عن المشاكل واي حاجة هتجيله من ناحيتها، وبينقل حياته كلها لمنطقة جديدة، منطقة بولاق الدكرور التابعة لمحافظة الجيزة. وعشان يبدأ هنا يقرر ان هو لازم يتجوز تاني، بس كان هنا حاطط شروط للست اللي هيتجوزها، يعني تكون واحدة عادية جدا لكن عايزة تعيش، لان هو خلاص عرف ان كان سبب طلاقه من هند سبب غيرته الشديدة، وده كانت لان هي جميلة جدا والعيون عليها كتير. هنا بقى قرر ان هو يختار واحدة عادية عشان خاطر يبقى مرتاح وواثق ومطمن ان مفيش اي حد هيبص له. وتمر السنين ويعيش وحيد مع مراته حنيفة وهم سعداء. وطبعا مامة هند كانت عايشة مع بنتها، وكانت مش ناوية ان هي تتجوز خالص لان هي مكانتش عايزة تجيب جوز لبنتها، وكانت آية هي كانت كل حياتها. وفي الوقت ده آية كانت بتبقى دخلت المدرسة، وما كانش فيه على لسانها غير سيرة أبوها وإن هي تسأل عنه، لأن كل صحباتها اللي في المدرسة كلهم بيجوا يروحوا يسألوا على أولادهم ويطمنوا عليهم ويجوا ياخدوهم من المدرسة إلا هو. وتمر السنين لحد ما نوصل لسنة 2024 عشان تكبر آية ويبقى عمرها في الوقت ده 16 سنة، وكانت في أولى ثانوي. لكن طبعا بما ان السنين كمان مرت، لكن آية عمرها ما نسيت السؤال المعتاد اللي بتسأل فيه عن باباها. وهنا بعد ما مرت السنين دي كلها تقرر جدتها ان هم لازم يصرحوها بالحقيقة ويعرفوها حقيقة والدها. وهند بتقتنع بكلام والدتها وبتصارح آية بكل حاجة، وقالت لها عن أبوها وإن هو موجود، وإن هو كمان طبعا بما إن هي عارفة مكانه ادت لها العنوان والمنطقة والورشة اللي هو بيشتغل فيها إن هي تروح تسأل على أبوها. وتروح آية لوالدها في الورشة وتعملها له مفاجأة، والأب فعلا بيتفاجئ ويلاقي بنته بقت عروسة زي القمر، وياخدها في حضنه ويبدأ يعتذر لها عن كل السنين اللي فاتت وعدم سؤاله عنها والتقصير، ويحكي لها برضو الأسباب اللي أدت للطلاق بينه وبين والدتها. ولكن وعدها إن هو هيعوضها عن كل اللي فات، وطلب منها إن هي تروح لوالدتها وتجيب شنطة هدومها علشان خاطر تقضي معاه الأجازة، وخصوصا إن احنا كنا في أجازة نص السنة. وفعلا رجعت هند وحكت لمامتها كل حاجة، وفعلا جهزت شنطة هدومها عشان تروح تقيم الفترة دي مع والدها عشان تقضي معاه الفترة دي وتبات معاه، وبالمرة تتعرف على اخواتها ال3 اللي والدها جابهم من حنيفة. وبتاخد آية شنطتها وبتروح عند أبوها اللي استقبلها أحسن استقبال، وعرفها على مرات باباها حنيفة، عشان أول لما حنيفة
شافتها دبت نار الغيرة في قلبها، وهي طبعا لما شافتها جميلة عارفة ومتأكدة انها وارثة الجمال ده عن مامتها. واللي أشعل نار الغيرة أكتر في قلب حنيفة اهتمامه الزايد ببنته وحبه الكبير ليها، وان هو خد يومين مخصوص عشان يقعد معاها في البيت، وقرر ان هو ينزل ويجيب لها احسن اكل واحسن لبس وياخدها وسط البلد عشان يجيب لها طقم جديد وموبايل، عشان يحاول ان هو يكون بيعوض التقصير اللي قصره معاها طول السنين اللي فاتت دي كلها. لكن ده كله ما كانش على هوا حنيفة. لكن طبعا حنيفة ما كانش عاجبها الوضع، فقررت ان هي توقع بينه وبين بنته عشان تستناه لما يجي من الشغل وتقول له ان بنتك هتجيب لنا العار. هي بتسمعها وهي بتتكلم في التليفون، بتتكلم مع شاب وبيتكلموا في كلام ما يصحش يتقال ولا ينفع يتقال إلا بين راجل ومراته في أوضة النوم، وتبدأ تدخل في دماغه إن هي أكيد مش بنت بنوت، وإن هي مجرد بتقوله بس نصيحة وبتلفت انتباهه قبل ما الفاس تقع في الراس وتجيب له العار. ولكن كانت المشكلة الأكبر هنا إن الأسطى وحيد كان مستمع جيد جدا لكلام حنيفة من غير ما يتأكد ولا يتقصى أو يتحرى عن أي حاجة، وصدق كلامها كله. وبيقترح هنا وحيد إن هو يرجع آية لمامتها، لكن هنا طبعا حنيفة بتعترض وبتقوله ده مش هيخليك تتخلص من عارها، عشان نتخلص من عارها لازم إن أنت تقتلها، لأن العار كده كده طايلك حتى لو كان بينكوا بلاد. بس الغريب إن هو طوعها في كلامها وبدأ فعلا يضع الخطة لتنفيذ قتل آية عشان يتخلص من عارها. وطبعا بدأ يتفق هو وحنيفة اللي كانت بتلعب دور الشيطان وقتها على الخطة اللي هيتم تنفيذها عشان التخلص من آية. في يوم تنفيذ الجريمة بتاخد حنيفة ولادها ال3 وتوديهم عند مامتها بحجة إن جوزها تعبان عشان طبعا توفر الجو المناسب للجريمة. وبترجع حنيفة للبيت وبيستنوا آية لما ترجع عشان يتم التنفيذ، وبيستنوا آية عشان تدخل أوضتها وقت النوم. ولما لما راحت آية في النوم يدخل عليها هو وحنيفة عشان حنيفة تمسك رجلها وتكتفها جدا وتشل حركتها، ويقوم أبوها بدبحها من رقبتها من الوريد للوريد، قطع راسها لدرجة ان راسها اتفصلت عن جسمها. وبعد كده بياخدوها على الحمام عشان يتسلوا عليها ويقطعوا فيها حتة حتة عشان يخلوا كل حتة لوحدها، عشان يعرفوا طبعا يعبوها ويوزعوها في اماكن متفرقة او اماكن مختلفة عشان ما يتمش اكتشافهم. وبدأوا بقى يقسموا الايدين والرجلين والراس في اكياس سودة ويبدأوا يرموها في أماكن مهجورة. أما جذع الجثة فحطوه جوه سجادة ولفوها كويس جدا وربطوها، وحطوا السجادة الملفوفة جوه طشت كبير عشان ياخدوها معاهم ويركبوا توك توك ويروحوا عند نفق البدراوي المهجور. وخدوا السجادة وراحوا رموها جوه النفق وهربوا بسرعة عشان قبل حد ما يشوفهم. ولكن تاني يوم مجموعة من العمال وهي رايحة لشغلهم في المصنع وداخلين من النفق لقوا ان في سجادة ملفوفة وبتنزل دم كتير قوي او منزلة دم منها كتير قوي. وطبعا لما قربوا منها وفكوها لقوا ان جوه اشلاء او جزء من بني ادم. وهنا طبعا بلغوا الشرطة عشان تيجي طبعا وتعمل كل المعاينة، ولكن للأسف ما كانش فيه طبعا كاميرات عشان تبين مين القاتل. ولكن طبعا المعاينة تعرفوا على ان الجثة جثة لبنت، وبيتم نقل البنت المسكينة لمصلحة الطب الشرعي. وهنا بتبدأ هند والدة آية في ان هي الشك يدخل قلبها، لان هي كل ما تتصل بيها تلاقي تليفون آية مقفول، وكل ما يتصل بوالدها يقولوا لها ان هي نايمة ولما تقوم هخليها تكلمك. ولكن فضلت 3 أيام على كده مفيش اي كلام، ولا آية بتفتح التليفون ولا عارفة ان هي توصل لها، لدرجة ان هي شكت فراحت لهم البيت. وهنا بتستقبلها حنيفة مقابلة وحشة جدا وتقول لها بنتك هربت من يومين، روحي دوري عليها شوفيها هربت مع مين ولا راحت فين. وطردتها شر طاردة. وتجري هند على اسم بولاق الدكرور عشان تقدم بلاغ ضد طليقها وضد زوجته حنيفة ان هما سبب لاختفاء بنتها الغامض، عشان ساعتها بالصدفة كان يبقى متواجد في الاسم السواق بتاع التوك توك. ولما سمع الكلام ده بيأكد لهم ان حصل من 3 أيام ان كان في 2 راكبين معاه في التوك توك وشايلين طشت كبير وجواه سجادة بتنقط دم. وطبعا هو كان سمع ان الراجل بينده لها وبيقول لها يا حنيفة. وطبعا هنا بيقول انا سألتهم على السجادة دي او الدم ده اللي بينزل ده
طبعا حنيفة هنا ردت وقالت ان دي لحمة فاسدة، واحنا برضو قلنا عشان ما تطلعش الريحة بقى في الحر وكده قلنا نتخلص منها في اي مكان بعيد عن الناس عشان ما تضايقهمش. وطبعا ان السواق لما سمع من الاهالي عن الجثة اللي لقوها في نفق البدراوي راح بلغ على طول علشان يخلي مسؤوليته، وقال ان هم كانوا راكبين معاه ونزلهم عند نفق البدراوي ومعاهم السجادة الملفوفة. وبعد ما بتسمع الشرطة اقوال السواق بتطلع على طول بسرعة، بيطلع تصريح من النيابة بالقبض على حنيفة وجوزها وحيد. ولما تم استدعائهم طبعا أنكروا كل شيء وقالوا إن هم ما يعرفوش عنها حاجة وإن البنت فعلا هربت من عندهم عشان يجيبوا السواق وهنا يشوفهم ويقول إن هم دول اللي كانوا راكبين معاه التوك توك، وهنا يبدأوا يعترفوا ويقولوا الحقيقة عشان طبعا يعترف وحيد ويقول ان انا قتلتها لما مراتي قالت لي كذا كذا وان انت لازم تتخلص منها والكلام ده كله. وطبعا بالضغط على حنيفة هنا قالت الحقيقة ان هنا هي طلبت ان هو يقتلها او ان هي اللي عملت الوقيعة، وقالت بالكذب الكلام ده عليه عشان تخلص منها، وده من شدة غيرتها لما لقيتها البنت حلوة قوي ولقت ان جوزها مهتم بيها قوي. هنا بس أدرك وحيد إن هو كان ضحية من غير ما يسمع ولا يفهم ولا يسأل ولا يتأكد، سمع الكلام من هنا ونفذ من هنا، وعرف هنا إن هو فقد بنته، وطبعا بسبب غبائه وبسبب إن هو يسمع وينفذ من غير ما يتحرى ولا يتدقق ولا أي حاجة. وبعد كده تيجي الصدمة الكبيرة بالنسبة لوحيد لما يتأكد ان التحريات اللي اتعملت عن بنته وتقرير الطبيب الشرعي اقر ان البنت بكر رشيد، مفيش اي حاجة من الكلام اللي كان بيتقال، وسألوا عليها ولقوا ان سمعتها طيبة جدا في مكانها، وكانت بنت بتحمل كل المعاني بالأدب والأخلاق وكانت محبوبة من كل اللي حواليها، وفوق كده كانت متفوقة في دراستها. ويتحولوا حنيفة وجوزها لمحكمة الجنايات بتهمة القتل والتمثيل بالجثة عشان سنة 2025 يتم تنفيذ فيهم حكم الإعدام. وحكم الإعدام ده يستاهلوه وأبوها يستاهلوا لأنه سمع لمراته من غير ما يتأكد، وهان عليه إن هو يقتل بنته اللي اتحرم منها وما شافهاش غير أول مرة من 13 سنة. ما تنسوش تستنوني كل يوم في حلقة جديدة، حكاية جديدة أو مشكلة جديدة من كلام من القلب، وما تنسوش لايك ومتابعة وشير. دمتم في حفظ الله. مي علي.